السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في قناة النخبة السعودية. في ضربة جديدة موجعة للرئيس الأمريكي جو بايدن، كشف أحد كبار مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم أن ترامب يفكر في إعلان الترشح للرئاسة من جديد في حال نجح الجمهوريين بالسيطرة على غالبية مقاعد الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي. وقال المستشار إن ترامب سيستخدم فوز الحزب الجمهوري المحتمل في الانتخابات التي ستنطلق في 8 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري كنقطة انطلاق لحملته الرئاسية لعام 2024. ومن المحتمل أن يعلن ترامب عن ترشحه رسميا قبل عطلة عيد الشكر في 24 من تشرين الثاني نوفمبر وفقا لصحيفة ذا تلغراف البريطانية. وأضاف المستشار: ترشح ترامب سيكون مثل الذهاب العث إلى اللهب، معقبا: أعتقد أن رغبته في الترشح والإعلان عن خوض المنافسة في الانتخابات الرئاسية قبل عيد الشكر سيمنحه ميزة كبيرة على خصومه وهو يعرف ذلك. كانت التقارير أفادت بأن ترامب تحدث مع مستشاري لبعض الوقت ويتطلع على تعيين موظفين من أجل حملته الرئاسية لعام 2024. الشهر الماضي ألمح الرئيس الأمريكي السابق الاستعداد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024 قائلا في تجمع حشد: الآن من أجل جعل بلدنا ناجحا وآمنا ومجيدا مرة أخرى من المحتمل أن أفعل ذلك مرة أخرى، معتبرا أن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مزورة. وفي الساعة الأخيرة اقترب ترامب كثيرا من التصريح بأنه ينوي الترشح واستمتع بهتاف أنصاره الذين يدعونه إلى الترشح. وقال ترامب يوم الخميس خلال تجمع في ولاية أيوا: من أجل جعل بلادنا ناجحة وآمنة ومتألقة من المحتمل جدا أن أفعلها مرة أخرى والترشح للرئاسة. استعدوا لكي أخبركم قريبا، استعدوا. حيث رفض المتحدث باسم ترامب التعليق على معلومات إعلان ترشح والمناقشات الخاصة به غير نهائية حتى الآن، وربما تتغير بناء على نتائج انتخابات التجديد النصفي. حيث أن المقاربون من ترامب منذ سنوات متحمسون للغاية لخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى. هذا تعتبر هذه ضربة جديدة موجعة للرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس والولايات المتحدة الأمريكية. ويبدو الآن أن ترامب فعلا سيعود للرئاسة من جديد وسيقود الولايات المتحدة إلى عام من الربيع الجديد.